ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صلوا على النبي بقى كده واذكروا الله وحطوا اللايك وكملوا الفيديو للاخر. هنشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. بصوا انا بعت الواد اهو، جاب لي ايه، لحمه مفرومه وجاب لي شويه طماطم. انا ما بنزلش السوق بقى لي يجي شهر او شهر ونص، بقيت اجيب حاجتي كده حاجه بحاجه. جبت لبن وجبت بيض وجبت مكرونه ودقيق وجلاش، ماشي. ودي بقى حاجة الفطار، هعمل لهم سندوتشات كده في السريع وحزمتين جرجير وايه. نشوف هنكمل بقى مع بعض. وجاب لي ازازة زيت برضو حلوة. نشوف بقى هنعمل ايه، كملوا معايا اليوم. هغسل بقى الجرجير كده اول حاجة، غسلة حلوة، ماشي، عشان ايه نعمل سندوتشات. بغسل كده ايه طماطميتين تلاتة كده، هقطعهم عشان اعمل معاهم بيهم السندوتشات برضه. العيش طبعا بتاع اليومين دول اللي هو شبه الاسبرينا، مش هينفع ان انا اقسمه نصين يعني، فهو ايه بدخله جوه بعضه كده. حطيت طعميتين كده ايه في كل رغيف، وقطعت شويه طماطم وهحط عليهم شويه ملح، وحطيت بقى ايه حتتين جرجير كده، عودين جرجير ومعاهم الطماطم بالملح اهو. يا ولاد عملتهم ايه، بصوا سندوتشات شكلها يفتح النفس ازاي. كان عندنا محل كده جنب البيت كان بيعمل السندوتشات بنفس المنظر كده. بصوا شكلها ظريف ازاي وشكلها حلو. صلوا على النبي بقى واعملوا لايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه. ومش عارفه هنزل يا اما الفيديو كده فطار بس، او اني هعمل الغدا بقى معاكم. وتوقعوا انا هعمل غدا ايه. الجدع يقول لي انا هعمل غدا ايه، انا هنزله كده والجدع يقول لي انا هعمل غدا ايه. تمام، محدش يقول لي جلاش عشان انا مش هعمل جلاش بس. فالجدع بقى والشاطر يقول لي انا هعمل غدا ايه. ادي السندوتشات اهي يا ولاد، يا رب تفتح نفسكم كده على الاكل وتاكلوها بالف هنا وشفا كده، وتعملوها وتجربوها، طعمها حلو جدا. يلا سلام. لا اله. بصوا بقى، نسيت اقول لكم ده السندوتشات بتاعتي انا. بصوا انا ما اقدرش ان انا ادخل الرغيف في بعضه، مش هحب اكله ومش هعرف اكله عشان عامله طبعا عمليه تكميم. عملت ايه ربعين كده صغننين، بصوا، عشان اقدر اكلهم. وهبدأ بقى في عمايل الغدا اول ما اكل السندوتشين دول. توقعوا انا هعمل اكل ايه. يلا اكتبوا لي في الكومنتات دلوقتي، واللي مش عامل اشتراك للقناه يعمل اشتراك، واللي مش حاطط اللايك يحط اللايك. وصلوا على النبي، وجمعه مباركه عليكم ان شاء الله باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلومه على الماشي يا عيال، وانا بفطر كده وانت بتغلي اللبن تقلبيه ليه؟ عشان يطلع القشطه بتاعته. تمام. الحركه دي اتعلمتها من حماتي الله يرحمها. كنت دايما بستغرب ليه بيقلبوا اللبن، بس كنت بلاقي اللبن بتاعهم ما شاء الله اللهم صل على النبي مطلع ايه، يعني حبه القشطه قد كده اهوت. وش القشطه بيبقى عالي وكده. كل ما هتقلبي كل ما يطلع معاكي القشطه. تمام. وتقفي قدامه ما تسرحيش يا اختي. يلا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما حطش لايك برضه يحط اللايك. استودعكم بالله. لاول مره يشوفني يا ريت يعمل اشتراك وينورني باشتراكه. يلا، لا اله الا الله، سلام.